نحن اليوم في أول متحف قومي في الشرق الأوسط. فكرة المتحف المصري للتحرير تعود إلى محمد علي باشا عام 1835 بمرسوم إنشاء أول متحف مصري بالقرب من حديقة الأزبكية. ثم في عام 1851 تم نقل القطع الأثرية بالكامل من الأزبكية إلى إحدى القاعات داخل قلعة صلاح الدين في عهد عباس الأول. وفي 18 أكتوبر عام 1863 تم الافتتاح الرسمي لمتحف بولاق بحضور الخديوي إسماعيل. ثم تم نقل المجموعة بأكملها إلى قصر إسماعيل باشا في الجيزة 1890 مكان حديقة الحيوان حاليا بالجيزة بسبب الأضرار التي سببها فيضان النيل عام 1878. وبعد أعوام وبالتحديد عام 1897 أول إبريل بحضور الخديوي عباس حلمي الثاني تم وضع حجر الأساس للمتحف المصري بعد تكليف المهندس المعماري الفرنسي رمز وإشارة على التحدي. أنا من البلد وأنا من البلد دي. أنا 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 من البلد دي. بلد أبويا وجد جدي. بلد أبويا وولادي بعدي. أنا من البلد دي. وأنا من البلد دي. أنا من البلد دي. وأنا من البلد دي. أنا من البلد دي بلد الجمال نهارها صح ومالوش مثال. أنا من البلد دي بلد الجمال نهارها صح ومالوش مثال. وليلها سحر فوق الخيال على هدوء يتقال يا وعدي. أنا من البلد دي. 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 بلد أبويا وجد جدي. بلد أبويا وولادي بعدي. أنا من البلد دي. وأنا من البلد دي. أنا من البلد دي. وأنا من البلد دي. أنا من البلد دي. بلد حاجة رائعة يا جماعة إنك تلمس قطعة أثرية بإيدك كانت موجودة في مكانك بآلاف السنين. مكانك دلوقتي في المكان ده. شايفة الخطر النحت التجارة بتاع المصريين كان بيضطر ينحتوا على الحجر كأنه ورق عشان يدونوا كل الأسرار. على أصلها بص الألوان كانت عاملة ازاي لحد دلوقتي لسه موجودة. تعرف كمان إن المصريين كمان هما أول ما اخترع الألوان كانوا بيعملوها بالحجر. بص أما دي بقى الألوان فيها بتتوفر. المصريين كمان كانوا يقدروا يكونوا الألوان دي بشكل يقدروا يرسموا.
ده يعتبر باب وهمي. وعشان نفهم يعني ايه باب وهمي، المصريين القدماء كانوا بيخافوا على الملوك من السرقة، فكانوا بيعملوا أبواب وهمية. المصريين القدماء ده باب وهمي. خلينا الأول نفهم يعني ايه باب وهمي. زمان المصريين القدماء كانوا بيحبوا الملوك وبيخافوا عليهم السرقة بسبب الذهب معاهم، وكانوا بيعملوا أبواب وهمية. خلينا بقى نشوف الأبواب الوهمية دي. زي مثلا توت عنخ آمون، كانوا عاملين أكتر من أوضة صح؟ عشان كده كان إنهم يلاقوا جثة توت عنخ آمون دي كانت أصعب حاجة وأصعب موميا لقوها. ليه؟ بسبب الأبواب الوهمية دي، كان في أكتر من أوضة وفي باب، فيخلي الحرامي يفضل يدور على باب، وأكيد هياخد وقت وصوت لحد ما يجي حد معدي بالصدفة فيلاقيه ويعرف الحرامي فيبلغ عنه. ده كان لسبب الأبواب الوهمية. وده باب. والله يا جماعة التصوير، بصوا الأدوات اللي كانوا مستخدمينها، رغم إن المصريين القدماء كانوا قديمين، بس كان عندهم تطور في الحضارة. هم كانوا مصر هي كانت أم الدنيا بسبب المصريين القدماء. بلدي المبادئ، بلدي المعارض، بلدي الموافق. أنا من البلد، بلدي المبادئ، بلدي المعارض، بلدي الموافق. والأمر شورى والكل صادق، والرأي فيها مش رأي فردي. أنا من بلدي بلد الوئام، بلد المواقف والالتزام. أنا من بلدي بلد الوئام، بلد المواقف والالتزام. ولم شمل العرب تمام، في وحدة كبرى ده أصل بلدي، في وحدة كبرى ده قصد بلدي. بلدي أنا من بلدي. أنا من بلدي بلد السماحة، بلد الضيافة، بلد السياحة. أنا من بلدي بلد السماحة، بلد الضيافة، بلد السياحة. عاشت ودامت للأمن بواحة، زهرة فلوتس أوراقها بردي. بلدي المبادئ، بلدي المعارض، بلدي الموافق. أنا من البلد، بلدي المبادئ، بلدي المعارض، بلدي الموافق. والأمر شورى والكل صادق، والرأي فيها مش رأي فردي. وأنا من بلدي.
كبرى ده قصد بلدي. في واحدة كبرى ده قصد بلدي. بلدي أنا من البلد